قدامك ده لو انت بتلعب بابجي فانت اكيد عارفه، ولو ما تعرفوش فده اسمه صالح طربون، واحد من اقوى الناس اللي بتلعب بابجي في الشرق الاوسط. طب وده ايه حكايته بالكوره او ايه علاقته بالكوره؟ الحكايه ان طربون كلموه عشان يشارك في بطوله الكينجز ليج اللي بتقام تبع فعاليات موسم الرياض في السعوديه، ودي بطوله كره قدم بتتلعب بطريقه ونظام مختلف شويه عن كره القدم العاديه. يعني هتلاقي مثلا الفرق مكونه من 7 لعيبه، في ضربات جزاء من نص الملعب وفي وقت مستقطع. ولو فاكر ان دي بطوله عاديه او منظمه مثلا للهواه ولا حاجه، فاحب اقول لك ان البطوله دي مشارك فيها لعيبه زي لامين يامال وايجويرو ويوتيوبر مثلا كتير زي ماهيركو وزي ابو فله، وطبعا طربون اللي بيمثل مصر في البطوله ومشرفه بصراحه هو والرجاله اللي معاه، اللي لعبوا ماتش عالمي قدام فريق الياس المغربي وكسبوه 4-2. المشكله بقى انهم كالعاده لما بتلاعب مثلا فرق من دول الخليج او من شمال اسيا فهم بيقعدوا يستخفوا بينا ويستهتروا ويسفوا ويتريقوا علينا، زي الياس المغربي ده وفريقه اللي طربون راح سفلت وشه هناك، والراجل قاعد يتكلم قبل الماتش ويسف على طربون ويقول له انت بتاع بابجي بس خليك في الالعاب، انت مالكش في الكوره. وطبعا زي كل مره دخل وخسر زيه زي اي حد بيخش يستفز المصريين في اي لعبه او في اي بطوله. لا وكمان الياس دخل شاط ضربه جزاء اثناء الماتش، بس شكل كده في حد من الجمهور كلمه او قال له حاجه فهو قام شايطها فيه، ودخل بعدها طربون بتاع البابجي والالعاب يحط ضربه جزاء عشان يسجلها ويخسر فريق الياس ويحتفل احتفال جنوني قدامه. والمشكله بقى انهم ما بيتعلموش من كتر الهزار والسف والتريقه ده وبيجي على دماغهم في الاخر. فكل الدعم لتيربو والرجاله اللي معاه اللي مشرفين مصر في البطوله، وكل مصر بتشجعهم وبتدعمهم، وفي ناس كتير قوي بدات تتفرج على البطوله دي عشانهم.